كذا مرة وبنعيدها تاني وبنعيدها تالت عشان يمكن حد مش واخد باله. الزمالك بجمهوره فقط لا غير. الزمالك لو ما كانش معاه جمهور كان زمانه عادي جدا بينافس درجة تانية ودرجة تالتة، ومش بعيد اصلا ينزل مظالم. جمهور الزمالك هو بيدي درس قوي جدا للمنظومة الكروية في مصر بشكل عام والافريقية بشكل خاص، لان ماتش امبارح كان في الكونفدرالية. جمهور الزمالك هو اعظم حاجة واحسن حاجة واوفى شيء في منظومة نادي الزمالك بشكل عام. امبارح جمهور الزمالك بيعمل ملحمة، بمعنى كلمة ملحمة، 90 دقيقة تشجيع، تخليد للشهداء وتشجيع، تخليد لشهداء النادي الاهلي، تخليد لشهداء بورسعيد، تشجيع 90 دقيقة، لدرجة ان في واحدة كده ست قالت يا جماعه الحقوا نادي الزمالك، البيت عندي جنب اللسان، البيت عندي بيترج. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا هنتكلم في الكوره. معاكم عبد الرحمن. هنتكلم النهارده عن ماتش الزمالك والمصري، وكان بقالي كتير ما بطلعش ان انا اتكلم عن الزمالك. كان في افريقيا وبعد كده دخلنا على مشكله الواد امام عاشور. انت فاهم؟ وخليني كده في الاخر هقول لك هو حصل ايه مع امام عاشور وليه البيان بتاعه ده طلع في الوقت الحالي. بس قبل ما ابدا معاك ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر احنا نكمل مع بعض. الزمالك والمصري. الزمالك الموسم ده قابل المصري 4 مرات، كسبهم 3 وتعادل في 1. طيب تعالى كده نتكلم بشكل سريع جدا عن الماتش. انا هتكلم عن الماتش الماتش يعني في المجموعه اللي هو الجوله الثالثه، والماتش بتاع امبارح. ماتش اول ماتش خلص 0-0، وبصراحه كان شكل الزمالك مش احسن حاجه، وكان شكل الفريق يعني اللعيبه مش احسن حاجه، ولا المدرب فاهم هو بيعمل ايه ولا اي حاجه. هو منزل 11 لعيب قادرين ان هم يلعبوا، وان هم يلا يا جماعه احنا شوفوا انتوا بتعملوا ايه وقشطه، انا معاكم في الاول وفي الاخر. وشويه تغييرات كده ملهاش اي لازمه بسبب بعض النواقص وبسبب الاصابات اللي موجوده في الفريق، فممكن تكون شكل الفريق ما كانش احسن حاجه. ولكن امبارح شكل الفريق كان كويس جدا. بس في دايما نقطه تخلي بالك منها عزيزي المشجع الزمالكاوي، ان في ظل المكسب لازم تبص على المشاكل وتبص على الاخطاء، وده اللي انا جاي اكلمك فيها النهارده. طيب امبارح الزمالك كسب 2-1 المصري في الجوله الرابعه من الكونفدراليه. وخليني كده اقول لك على حاجه. انا في البدايه طبعا انت عارف ان البطوله ديت، لو انت متابعني هتبقى عارف ان البطوله دي بالنسبه لي انا ما بحبش البطوله ديت، وعايز الزمالك يرجع يلعب افريقيا تاني والكلام ده كله. ولكن طالما انت اتحطيت في الحاجه ديت فانت بتتاقلم مع الوضع لحين اشعار اخر، وربنا طبعا يكرمنا ونكسب البطوله. طيب خليني كده بس اتكلم معاك في بعض النقاط. اولا كابتن معتمد جمال مش مدرب الموسم بتاعي، يعني معتمد جمال ما ينفعش يكمل معايا الموسم، لان لو كمل معايا الموسم معتمد جمال هيبقى موسم صفري زي ما انا بقول لك كده، وزي ما انت ما سمعت. لاسباب كتيره جدا 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 ممكن نقعد نتكلم فيها النهارده. اولها البدني بتاع الفريق بيقع. تانيها ان في لعيبه بتلعب مش في مراكزها، وده بسبب بعض الاصابات، فانت عندك مشكله في بعض المراكز، فده ممكن يخلق لك حاله من الجدل وحاله من المشكله. تالتها وده الاهم، ان كابتن معتمد جمال هو في الملعب مفيش خطة واضحة في الملعب. يعني احنا مثلا مش بنلعب 4-3-3 فانا ببدأ اللعب من تحت، او بطلع ببيلد من تحت، او بلعب مثلا على التحولات الهجومية فحد بينزل يستلم. لا، احنا بنجمع اللعب في حتة وبنعكس. المفروض اللي احنا بنعكس له دون بزيرة هو تقريبا اسوأ فترة بزيرة ما لعبش معايا. وبالمناسبة انا هتكلمك دلوقتي عن اخوان بزيرة ما لعبش معايا غير تقريبا ماتشين 3. فلو ده مستواك، لا انا مش عايزك يا حبيبي، ما تفتكرش نفسك ان انت نجم الفريق. يعني بزيرة والله يا جماعه يعني بجد لازم لعيبه الزمالك ال 25 او 30 لعيب. انا ما عنديش نجم فريق خلاص. انا من هنا ورايح نادي الزمالك هو مجموعه، ما فيش النجم الاوحد. مش هيبقى عندي اللعيب اللي انا بصيطه وان انا بمجده وان انا لا خالص، مفيش. خلاص شكرا، نقطه من اول السطر. فاخوان بيزيرا هو بيعمل اسوأ اداء. هل بسبب ان معتمد جمال مثلا مش عارف يوظفه صح، لان هو الراجل بيخش جوه في نص الملعب كتير؟ هل هو مديله الواجبات ديت؟ هل اللعيب هو على الطرف، لاعيبه الدوري بشكل عام حفظت طريقه لعبه؟ ممكن وارد انت حفظت طريقه لعبك ان انت ما فيش انت بترقص، فلو قفلت عليك باتنين تلاته انت خلاص انت عطلت. فدي شغله مدير فني، انك بتخلق فرص للعيب يقدر ان هو يستفيد منها، لان هو لعيب عنده امكانيات كويسه. بس هو بقى له فتره هو يعني في عنده مشاكل كتير، عنده مشاكل واضحه جدا ان هو الراجل مش في احسن حالاته، مش زي ما بدا معاه الموسم وكنا متاملين او متبسمين خير ان انت والله لا ده هيبقى موسم كويس وان الراجل هيعمل معاك اداء كويس. لا، اخوان بزيرة بالنسبه لي لو هاجي اقيمه، لا هو انت
يعني مش هديك 3 أو 4 من 10. يعني في 2 لعيبة محتاج ان انا اتكلم عنهم بشكل واضح جدا، وده ان دل على شيء يدل ان احنا عندنا قطاع ناشئين كويس قابل للتعديل. ركز معاه في الكلام ده. في قطاع الناشئين في الزمالك كويس فقابل للتعديل، هقدر ان انا استفاد منه للفريق الاول. وده اللي حصل لما حصل عجز عندي في بعض المراكز، قدرت ان انا استعين بقطاع الناشئين، قدرت ان انا اطلع واحد زي محمد ابراهيم باك يمين، راجل كويس جدا، والواد مش خايف مش هابب، لا يا باشا انا هخش وتاكلينج وهعمل زيادات وهعمل اوفر. والكره بتاعت ادم كايد اللي هي في ماتش الدوري اللي عملها ديت، محمد ابراهيم رفع اوفر وقلنا الحمد لله بنشوف باك يمين بيرفع. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه احمد خضري كويس بس محتاج يتجرأ. يعني انا محتاج بقى ان انا اجرأه شويه كمدير فني، ان انا اجرأه. ده تاني ان دل على شيء يدل ان انت قطاع الناشئين الناس عندها رؤيه، الناس محتاجه دعم، الناس قطاع الناشئين في الزمالك بينتج لي ذهب اقدر استفيد منه. لكن ان انا قطاع الناشئين ما بستفيدش منه، لا دي عندي مشكله كبيره جدا. واحنا كجمهور ما عندناش مشكله خالص ان انا الدعم او ان انا قطاع الناشئين يدعمني. وان انا جت فتره من الفترات كان عندي مين؟ كان عندي عمر جابر، كان عندي محمد ابراهيم، كان عندي احمد المرغني، كان عندي لعيبه من الناشئين هي اللي طالعه اللي بقوا نجوم دلوقتي سواء في الزمالك او سواء في فرق تانية. فانا ما عنديش مشكله خالص كجمهور ان انا اصبر على اللعيب عادي جدا، حتى لو في حين ان اللعيب ده يبقى كويس فانا هصبر عليه عادي جدا. تمام. فانا بالتالي قطاع الناشئين في الزمالك ده منجم دهب، اهتموا بقطاع الناشئين. طيب الزمالك الفتره الجايه عنده مين؟ بالمناسبه الزمالك في الدوري مش بعيد، في بعض النواقص عندك في الفرقه محتاج تكملها، وده عادي جدا. الزمالك في الدوري مش بعيد يا جدعان. انا لو كسبت كل مؤجلاتي او كسبت مؤجلاتي هيبقى فرق بيني وبين المركز الاول بونت. الزمالك عنده كهرباء الاسماعيليه ان شاء الله الماتش يوم الاربعاء نقدر نكسب، هيفرق جدا جدا مع الفريق كل. بالمناسبه لما الفريق بيخش في موجه او في فتره فوز كتير، المكسب بيجيب مكسب، دي حاجه طبيعيه جدا. المكسب هيفضل بيجيب مكسب بيجيب مكسب بيجيب مكسب. فبالتالي لا، احنا محتاجين المكسب بتاع ماتش كهرباء الاسماعيليه، ماتش صعب جدا بالمناسبه، مش ماتش سهل خالص. فبناء على ذلك الفتره ديت نعدي الفتره دي. عندنا ايقاف كد جاي ال 12 جاي في الطريق، هنكون فريق كده ايقاف كد، واخد بالك انت ازاي؟ وهنقدر ان احنا ان شاء الله الفتره ديت نعدي بيها في الزمالك. اخيرا شكرا لكل فرد سافر السويس، شكرا لكل فرد كان في ماتش المصري، شكرا لكل واحد شجع الزمالك 90 دقيقة، شكرا لجمهور نادي الزمالك العظيم. دائما وابدا جمهور الزمالك هو حصن الزمالك، جماهير الوفية. وكالعادة ما تنساش بقى يا صاحبي تعمل شير ولايك سبسكرايب للقناة عشان نقدر ان احنا نكمل مع بعضينا. سلام يا صاحبي.